ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طيب كده اذكر رجعتكم فيديو جديد وجزء تاني من طريقة صيد حسابات سيفيوم بكل الطرق وابسط الطرق بكل سهولة. عايزك تركز كده في الشرح بتاع النهارده كده عشان اعرفك تصيد بدل الحساب. اقسم بالله تعدت ال1000 وال2000 في خلال نص ساعة بس فقط. ولو انت متفرج عليا يا صديقي كده اخبط سبسكرايب في القناه وفعل الجرس وصلكم جديد وخد لك في القناه. اقسم بالله بننزل حاجات كده فوق الجمدان بكتير. يلا بينا على الشرح كده، يلا بينا. طبعا سيب كده، اسيب لك لينك البايثون ده، برنامج بايثون ده سيبه لك برده في قناه التليجرام اهو. دوس عليه كده يحولك على المتجر اللي هو بتاع الالعاب والتطبيقات. هتدوس عليه تثبيت عادي كانك بتثبت اي تطبيق بدون اي مشاكل. تاني حاجه يا صديقي كده اسيب لك شويه اوامر كده تستخدمه كده عشان تعرف تصيد حسابات بكل سهوله. يلا بينا كده على الشرح، يلا بينا. لك طبعا اللي هو الملف ده اول حاجه المزعج لصيد الحسابات، وطبعا اسيب لك شويه الاوامر دياتي في قناه التليجرام بكل سهوله. طبعا يا صديقي اول حاجه عندك بيقول لك برنامج البايثون ده لازم تنزله. اول ما تضغط عليه يا صديقي كده يحولك على المتجر على طول بدون اي مشاكل. وطبعا يا صديقي عندك هنا الاوامر يا قلب المزعج ده، دول كلهم هتحط الاوامر دي واعرفك ازاي تستخدمه. طبعا تاني حاجه يا صديقي ده عندك البوت الاولاني وعندك هنا البوت الثاني. طبعا انا مش هقول لك هتجيب حاجه من عندك ولا اي حاجه، طبعا كل ما تدوس على الامر كده يدخلك. ودلوقتي عايزك تتابع الشرح كده من الاول للاخر عشان تعرف تطلع حسابات بكل سهوله. ويلا بينا كده. طبعا السكه اول حاجه كده يا صديقي كده تروح كده نعمل كده حذف بيانات كده من برنامج بس عشان نبدا من الصفر مع بعضنا. انت كده دوس على دوسه مطوله ودوس على علامه الاي اللي فوق دياتي، تمام، على حسب نوع جهازك. يعني انا عامه عشان أنا بشرح لك كده من البدايه. طبعا ندوس كده على مسح التخزين عادي بدون اي مشاكل، واعمل كده مسح بيانات عادي عشان نبدا من الصفر. نطلع كده خلاص كده عملنا مسح بيانات ونبدا كده مع بعضينا. نخش كده على برنامج اللي هو البايثون ده، دوس عليه كده دوس عاديه مفيش اي مشاكل. وطبعا لو طلع لك بالشكل ده دوس كونكت عادي كده اهو، تمام، عشان تبدا تشغل البرنامج بدون اي مشاكل. طبعا دوس كونكت تاني وهو كذا، تمام. افضل دوس كونكت كده يا صديقي بدون اي مشاكل، وسيبه يا صديقي كده يحمل معاك بدون اي مشاكل. طبعا بس كده دوس اخر مره كده كونكت كده البرنامج يفتح معاك بدون اي مشاكل. طبعا ايه ما تدوس على كونكت تاني هنا اهو، دوس على علامه الاكس اللي فوق كده، تمام كده خلاص انت فتحت كل حاجه. وناقص دلوقتي اللي انت تفعل الاداء وتثبت الاوامر اللي انا حاطها لك في قناه التليجرام. طبعا دوس كده عندك على الثلاث اسطر اللي فوق دول كده اهو، وتنزل تحت يا صديقي على كلمه حاجه اسمها كلمه واحده بس اللي هي البي اي بي، تمام. هتدوس كده على كلمه بي اي بي كده بدون اي مشاكل. وطبعا يا صديقي ما عليك ان انت تحط الاوامر اللي انا سايبها لك في قناه التليجرام اللي هي دياتي، اللي هي دي يا صديقي. طبعا كده هتدوس ايه، هتاخد عندك اول امر كده هتدوس عندك علامه القلم كده اهو، تمام. طبعا الناس فاتح لك ايه النسخ في قناه تليجرام عشان ما تتعبش ولا تكتب ولا اي حاجه، تمام. نضغط كده يا صديقي كده النسخ كده بدون اي مشاكل، وترجع كده يا صديقي كده بسرعه كده اهو، وتحط عندك الاول امر كده اهو، تمام. طبعا لو عندك الخيار ده طبعا معلم كده اهو هتلغيه كده عادي بدون اي مشاكل كده. لازم تلغي تفعيل العلامه دي، ودوس عندك على كلمه انستول عادي بدون اي مشاكل، وتسيبه يا صديقي كده يشغل الامر كده اول امر كده معاك. طبعا يا صديقي كده ده على حسب قوه النت بس عندك بس مش اكتر، تمام. يا صديقي كده الامر بيحمل معاك، زي ما انت شايف كده جايب لك كومبليتي يعني ايه الامر الاولاني خالص. ترجع تاني بنفس كده عادي بدون اي مشاكل، وتاخد عندك اللي هو طن امر بدون اي مشاكل كده تاخده نسخ. طبعا اخد ايه الاوامر ديت نسخ كده على السريع وارجع لك تاني. طبعا عندك انستول زي ما قلت لك كده تاخد عباره عن امر واثنين وثلاثه وهكذا بالترتيب وتحطهم ودوس انستول. بس زي ما قلت لك لازم تلغي علامه المربع ده وتفعل عادي بدون اي مشاكل. اول ما تعرف ازاي الامر خلص هعرفك دلوقتي اللي هو الامر تم تثبيته ازاي دلوقتي. طبعا لحظه كده وهيجي لك الامر اللي هو تم تثبيت الامر ده، تمام. لحظه كده يا صديقي كده. طبعا يا صديقي كده زي ما شايف كده جاي لك كمبوليدي من تحت اللي هو تم تثبيت الامر التاني. ما عليك يا صديقي كده اللي انت تحط الامر وتستناه يحمل معاك، واول ما يظهر لك كلمه من تحت اللي هي كومبليدي كده تجرب اللي هو مثلا الامر التاني والتالت وهكذا، تمام. يلا بينا كده اشرح لك الشرح كده على عشان بحب بس اطول لك عليك ولا اعمل لك شرح 20 دقيقه ولا 14 دقيقه، مش سهله ده كله. هو حوالي بس 5 6 دقايق كده اعمل لك في الشرح كده واعرفك ازاي بس بابسط الطرق كده اهو في خلال دقيقتين ثلاثه وتعرف تصيد حسابات بدل الحساب زي ما قلت لك 1000. واحط لك الاوامر كده وهرجع لك تاني على السريع كده. رجعت لك من تاني عند اخر امر كده احنا حطيناه، تمام. ندوس كده عندك الانستول كده ونستنى لحظه واحده كده، وكده ده اخر امر كده معانا. طبعا يا صديقي جالك كلمه كومبليت يعني كده خلصنا الاوامر كلها كده، تمام. ما عليك يا صديقي لو جالك كلمه ايرور هنا تنسى ما فيش اي مشكله برضه، تمام. نطلع كده تدوس ايه السهم ده وتدوس كده خلاص كده انت طلعت بره خالص. ما عليك يا صديقي اللي انت تحمل الملف اللي انا سايبه لك ده برضه، تمام. ده اهم حاجه بعد ما تحط الامر وكل حاجه. ما عليك يا صديقي اللي انت ايه الملف ده سيبه لك، هتدوس على الثلاث نقط كده وتدوس عندك حفظ في التنزيلات، تمام. ترجع كده برضه يا صديقي كده وترجع تاني وتدوس عندك على الملف الابيض اللي فوق ده كده بدون اي مشاكل، وتدوس عندك على كلمه اوبن كده يا صديقي بدون اي مشاكل برضه، وتدوس عندك على اول واحده فوق اللي هي من فوق دياتي، تمام، اللي هو اخر ملف نزل اصلا تنزل تحت خالص، وتدوس عندك على كلمه الداونلود دياتي وترجع تاني برضه هتدوس عندك على ملف
الملف اللي هو مكتوب تليجرام اللي انت منزل منه الملف عادي. تمام، وهتلاقي الملف بتاعنا اهو زي ما انت شايف المظهر اللي صوت الحسابات، دوس عليه بضغط عادي بسيطه كده اهو، هتلاقي الحساب فتح معاك خلاص بدون اي مشاكل. طبعا ما تدوس ايه اللي هي علامه التشغيل ديت دلوقتي غير لما تفعل البوتات. تمام، هتفعلها ازاي؟ تعالى دلوقتي اعرفك بكل سهوله. تطلع كده خالص كده، خلاص كده معنى ان احنا دلوقتي هنعمل يوزر دلوقتي. تمام، دلوقتي هتعمل ايه يا صديقي؟ البوت الاول كده تضغط كده على البوت الاول كده بدون اي مشاكل، هيحولك على ايه اللي هو البوت الاولاني. لحظه كده، طبعا زي ما انت شايف كده بوت فازر كده صديقي، كده فتح لك البوت كده، تعمل كده علامه اللي هي البدء كده خلاص. تمام، تستناه كده يحمل معاك، معلش اقسم بالله النت عنده اقسم بالله يعني ضايع خالص. تمام، فما عليك برضو اللي انت تعمل ايه يا صديقي كده، تدوس على الثلاث نقط كده وتعمل كده اول واحده كده، اول خيار كده. تمام، لحظه واحده برضو، طبعا يا صديقي يقول لك حط اسم اليوزر اللي هو يتبعت عليه الحسابات، مثلا تحط اسم، مثلا هكتب دلوقتي تمام صيد حسابات سافيوم اهو، صيد حسابات سافيوم. تمام، مثلا اهو صيد حسابات سافيوم، مثلا حط اي ايموجي كده. لحظه واحده كده، لحظه واحده كده، زي ما انت شايف كده صيد حسابات سافيوم يا صديقي كده اهو. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هندوس كده يا صديقي كده، نبعت كده رساله عادي بدون اي مشاكل. لحظه واحده كده، زي ما انت شايف كده خلاص انت ايه كده، انت عملت يوزر بزيت حسابات سيفم اللي هو يتبعت عليه الحسابات. تمام، طبعا انت ايه مش محتاج ان انت تكتب اي حاجه، مش تحت شرط مثلا تكتب اسمك او اي نيم، لا اكتب اي مثلا اي حاجه كده اهو، وترجع كده يا صديقي كده وتحط عندك الشرطه اللي هي بتكون من تحت دي. تمام، وما عليك يا صديقي اللي انت تكتب كلمه بوت، تكتب بوت اهو يا صديقي كده، وتعمل كده ارسال. تمام، لحظه لك يا صديقي كده يرسل لك كده الاوامر كده بكل سهوله، وخلاص كده هو عمل لك ايه البوت اللي هو هيرسل لك عليه الحسابات. كده خلاص ستيك كده خلصنا من اول حاجه. طبعا كده وزي ما انت شايف كده هندوس عندك اللي هي الكلمه الزرقاء اللي من تحت دي عشان يفتح لنا البوت اللي هو هيسجل لنا الحسابات فيه. هتدوس عليه كده عادي بدون اي مشاكل كده يا صديقي كده. خلاص يا صديقي كده زي ما انت شايف كده حسيت حسابات سابق متعمل البوت بتاعنا. هتدوس كده علامه البدء بدون اي مشاكل، ترجع كده خلاص وتاخد عندك كلمه التوكن ديات اللي هي اللي فيها الارقام ديات، تدوس على دوسه مطوله كده، كده انت خدت نسخه. تمام، طبعا ما عليك برضو اللي انت تطلع تاني كده بدون اي مشاكل، وتروح عندك يا صديقي كده على البوت التاني، بتاخد البوت التاني كده اللي هو هيديك الاي دي بس الخاص بك انت. تمام، تدوس عندك كلمه بدء عادي، وطبعا يا صديقي كده تدوس على الثلاث شروط برضو، وتدوس عندك اللي هو ايه اللي هو تليجرام اي دي اللي هو يرسل لك الاي دي بس بدون أي مشاكل. تاخد طبعا عندك اللي هو الاي دي ده كده نسخ كده وتطلع كده خلاص. ما عليك اللي انت ترجع برضو على البايثون كده وتعمل كده يا صديقي كده علامه التشغيل ديت، تدوس كده علامه التشغيل كده بدون اي مشاكل. طبعا يا صديقي كده يحولك على قناه التليجرام بتاعتي، عايزك تنضم يا صديقي كده في قناه التليجرام بتاعتنا، وطبعا كده لازم تنضم ليها عشان قبل ما انزل اي حاجه طبعا على اليوتيوب او بنزلها على الشرح والكلام ده بنزلها وباخد رايكم في قناه التليجرام. تمام، خلي خلاص كده نطلع كده من هنا خالص، ندخل كده على البايثون. تمام، نطلع كده ونحط الاي دي بتاعنا كده بدون اي مشاكل. زي ما انت شايف نحط كده الاي دي بتاعنا وندوس عندك علامه الانتر. طبعا التوكن زي ما انا قلت لك اللي هو التوكن فيه ايه، فهو اللي هو بوت فازر. تمام، طبعا خلاص كده نحط التوكن بتاعنا بدون اي مشاكل برده، ونعمل كده حاجه اسمها الانتر تاني كده. خلاص يا صديقي بيقول لك وايت المزج بيجيب لك حساب اهو. طبعا تيجي زي ما انت شايف كده، طبعا تسيبها على حسب قوه النت عندك. اقسم بالله لو سبت زي ما انت شايف كده، لو سبت 30 دقيقه اقسم بالله يجيب لك بدل الحساب، هيجيب لك اقسم بالله حركه 200 300 حساب في خلال 30 دقيقه بس. انت متخيل يعني؟ عاوز اقول لك اقسم بالله دي اسرع اداء تشوفها في مجالك حرفيا، بتصير لك حسابات في اسرع الوقت. طبعا يا كده ما عليك اللي انت الاحمر ده عدد الفشل اللي هو مثلا بيقول لك 100 حساب يعني لسه ما جابلكش حساب. تعرف منين اللي الاداء صيدت لك حسابات؟ زي ما انت شايف كده هتلاقي اللي هو الكلمه الخضراء دياتي، لو زي ما انت شايف كده اهو طبعا ظهر لك واحد اتنين بالخمسه. طبعا الاداء مش بتصيد لك بالواحد، لا اقسم بالله يعني بتستنى شويه تديك خمسه تديك 10 على طول، مش بتديك بالواحد اصلا. طبعا انا هستنى معاك كده لغايه لما تصيد لك حسابات دلوقتي يا صديقي عشان اثبت لك في قلب الشرح اللي ايه الاداء بتاعتنا شغاله 100%. تمام، وطبعا لو انت لحد هنا بتتفرج عليا اخبط سبسكرايب في القناه كده، ولو انت مش مشترك طبعا اللايك بتاعك كده والكومنت بتاعك الجميل عشان الفيديو ينتشر فاسرعك وغيرك طبعا يستفيدوا. بس يا صديقي كده طبعا انا مستنيين دلوقتي ست حسابات لما تصيب معانا دلوقتي ولا لا. طبعا اصير كده بالفعل اقسم بالله بدون ما قدمت اي حاجه في الفيديو ولا وقفت الفيديو اصلا ولا لعبت في المونتاج زي ما انت شايف كده اهو. اقسم بالله يا صديقي 11 حساب يا صديقي اهو في اسرع وقت زي ما انا قلت لك، مش بيصيب بالواحد لا بيصيب بالخمسه وبسته وبسبعه زي ما انت شايف. 12 حساب اهو اقسم بالله يعني في ثواني. طبعا ندوس كده على ست حسابات هتلاقي نفس البوت اللي احنا لسه عاملينه اصلا زي ما انت شايف. طبعا عندك هنا يا صديقي ابسط جالك حساب اهو. طبعا زي ما انت عارفين طبعا الرمز اللي هو الحساب اللي هو كلمه السر اصلا بتبقى عباره عن اربع حروف بس اللي هو اربع حرف اتش. طبعا عندك اسم المستخدم
بتكون على حسب ايه، على حسب طبعا اللي هو الحساب اللي جاي لك. تمام، يعني انت عندك كل الحسابات اللي هتجي لك ان اهو، يعني زي ما قلت لك في خلال دقيقه بس رمى لك 12 حساب في خلال دقيقه بس، انا زي ما بقول لك فانت لو استنيت نص ساعه او ساعه بالكتير اقسم بالله هتجيب لك كميه حسابات اصلا، يعني مش هتحتاج لاي حد اصلا. تمام، وبس كصديقي طبعا لو انت حابب تجرب الحسابات دي تجربها، اقسم بالله شغاله، كل ده على ضمانتي اصلا يا صديقي كده. وطبعا لو الاداء اشتغلت معاك وصل لك حسابات الصديقه، ما تنساش طبعا كده تكتب كومنت بتاعك كده. وبس كده حبيب قلب اخوك، طبعا اسيب لك الاوامر دياتي مع ملف الاداء في قناه التليجرام. وما تنساش يا صديقي كده زي ما انت شايف كده طبعا الحسابات اهو بتظهر معانا تاني. وبس يا صديقي كده ما تنساش اللايك والكومنت بتاعك الجميل، وبس سبسكرايب في القناه لو انت مش مشترك. واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.